بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالمتتبعات الوفيات، أهلا بمن حل بنا وأصبح من أهلنا، أهلا بمن زارنا وغادر لعله يعود يوما. أهلا بكم جميعا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كما كنتوا تشوفوا في هذا البرد مثل غير شخشوخة هذه النوعية هذه من أروع ما يكون، تجي سهلة وتجي خفيفة على المعدة، وفي يوم من الايام نديلكم تاع الظفر ونديلكم تاع السيار باذن الله. هذه يعني عطيتها سقسيو عليها قداه، سقسيت قداه واحده من المبتدئات حبيت نديرها لهم. كيما راكم تشوفوا، كيما كنتوا تشوفوا عندي كميه من البصل قيس، يعني حبه كبيره. وهنا يعني كي تكون كاينه البصل هذه تاع الذيول راهي تجي اروعه. خلطوا بيناتهم، ديروا حبه متوسطه وديروا زوج عروق ولا ثلاثه من. نقطعوا البصل كيما راكم تشوفوا هنايا، سنات من الثوم من 3 حتى ل5 يعني. الشخشوخة تحب البصل وتحب الثوم. عندنا هنايا تقدروا ديروا زوج حبات يعني كبار مليح. طبعا الشخشوخة تحب الطماطم، نديروا زوج حبات ولا 3 حبات صغار هكذا، ولا زوج حبات معتدلين. نديروا كمية من الدبشة. نقطعهم كيما راكم تشوفوا هكذا. لا عندك فلفل اخضر ثاني الحار هذاك حطي راسه هنايا قطعيه، راح ثاني يمد واحد الطعم ولا اروع. انا كيما كنتوا تشوفوا نحكم نخلط هذاك الميلونج كامل، نميكسيه بيان به المرقه تجي يعني صافيه، ما تصفيها ما والو. اما التوابل نصف ملعقه كل من فلفل احمر، فلفل اسود، كركم، كزبر، وفلفل دريس. هذو يعني هذو هما المكونات اللي نديروهم في الصلصه الحمراء تاع الدربوشه وتاع الشخشوخ. نعاود معكم: نصف ملعقه كل ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، كركم، كزبر، وفلفل دايز. شوفوا كيف الخليط تاعنا يجي يعني خاطر هكذا. نحيو زوج ملاعق ونزيد ملعقه ونصف من الطماطم مصبره وكميه من الحمص. الشخشوخه هنا تحب الحمص وتحب يعني الدجاج. هنايا راني درتها بالخرشف. الخرشف نقيته في شويمه وقارص، ومن بعد جيت لعته. هنايا الزيت ندير قيس مغرف يعني، ولا قيس فنجان من الزيت. ولحت الخرشف كما كنتوا تشوفوا، ولحت ملعقة ونصف من الطماطم مصبرة. واللي عندها طرف خليع هنا يعني طرف خليع ولا طرف شحمة غاوية لشطاري بالدجاج بصح رايحة تمد واحد الطعم ولا أروع. نمرق الكوكوطة تاعي عادي، ندير نصف الكوكوطة بالماء هكذا، بصح نسكر عليها حتى تقعد لي نصف الكمية تاع الماء اللي لحت برك. يعني لازم يطيب الحوايج، يطيب الحمص مليح والخرشف مليح والمرقه في حد ذاتها طيب مليح. نحل عليها، انا نقوي لها يعني للغاز، نديرها ساعة نحل عليها نلقاها تنصفت. نجيو هنا للنوعية تاع الشخشوخة هذه. يعني أنا جربت أنواع بصح لقيت النوعية هذه من أحسن ما يكون. نحكم نحل الشخشوخة تاعي في القصعة، ندير لها نصف مغرف ولا فنجان صغير تاع زيت، نغلفها قبل بهذاك الزيت ومن بعد نكبو، نحركوها مليح، ومن بعد نكبو دوك زوج مغارف تاع الصلصه هذيك تاع البصل اللي نحينا من لاكوكوط. هنا البصل الشخشوخه العجين راح يمتص هذيك البصل ويتنحي ريحه العجين. يعني الشخشوخه تاعك ما تقعدش فيها ريحه العجين، رايحه تجي بنينه صدقوني. خبيوا الوصفه هذه، حافظوا عليها، ديروا بها يعني اياماتكم. كما نعرفوا الشعب الجزائري كامل يحب الشخشوخه بالجمعه وتاع ضيف تاع تشوف وتجي عسل وحبه مفصوله على اختها. باسكو الاكثريه يعني ما يعرفوش يديروا النوعيه تاع الشخشوخه ويقولوا لكم ماشي مليحه. انا نشتي هذه خير من المعجونه تاع الدقيق تجي ثقيله. تما اللي تاكلي هنا بهذه تاكلي العشي خفيفه، ما تجوعيش يعني ما تثقلكش العشوه مره، ما تحسيش بها، تجي خفيفه وبنينه تجي روعه. هذوك الزوج مغارف تاع البصل شوفوا دوك كيفاه تمتصتهم من بعد ما حركتها المره الاولى. كيلو البصل هذاك نخليها تنشف ونجي نحركها. شوفوا كيف يعني راح نفورها. شوفوا كيف ولات شربت الماء الاول اللي راح تشربه هو راح تشرب المره اللي نغلفوها بالزيت ومن بعد نديروا لها هذاك البصل. راح تتشرب هذاك الماء تاع البصل ويبس عليها. من بعد التوفير هذوك نشوفوا كيف نفوروا. حنعطيكم يعني الطريقه للمبتدئات اللي يعني ما تصحليش هذا الشخ وتقول لك مانيش مليحه. تما ما حضرتلكش المفتومه المفتة كما نعرفوا احنا لازم تتخدم وتتفتت وتيبس في الظل وتطول باش تيبس به، يعني تسمى ما توجدش ثمثم.
وواحد يكون عيان يكون هذه تسمى تشريها من الحين وتستخدميها طول تاع الصنوبر. هذه انا نموت عليها يعني، جربت قداه النوعيه يعني، بس لقيت النوعيه هذه راني اكثر من 8 سنوات نخدم غير بها. كنا نديرو بكري اللي تتفتت، بس تجي لي اصحاب الكولا والمعده تولي تضرهم مع الوقت. هذه خفيفه ريشه روعه روعه روعه. هاني حطيتها طفور المره الاولى. دوك هنا ولا شوفوا السر تاعها راهو في هذاك البصل اللي درناه والزيت مع الضربه الاولى. السر الثاني راهو هنا في التوفار تاعها. هنا دوك نحلها يبدا يخرج هذاك الرفار. رايحه نسقيها غير بكاس ماء تاع 220 مليلتر، كاس ما نزيدش. باسكو كنت تشبعيها هنا في المرحله هذه ما بعدنيش راح تشرب لك المرقه وتجيك صامته. انا الكاس هذاك هابوك نحلها، مش تسقيها وتخليها مرونه، تسقيها وتخليها مرونه واش حدير. رايح الحبات الفويقه يجوني شوين، والحبات حتى يشمخوا بزاف ويترونوا ويتعجنوا. هنا لا بالعكس تكفي معاها يعني نتشربي هذاك الكاس نتاعك تاع الماء كامل. شوفوا كيما الحركه هذه ديريها لها من تحت للفوق من تحت للفوق، توزعي بسك الماء دوك يحضر للقصعه. راح الحبات اللي جايين من تحت يزربوا يشربوا انت ها تولي تقلبي، يوليو الحبات اللي الفوق يطلقوا ماء مع اللي تحت وتتشبع وتجي كل حبه بالماء نتاعها. هنا دوك نخليها تنشف مليح واحد ربع ساعه. في المرحله هذه لازم تنشف مليح، تولي كيما نقولوا حنا حبه الشخشوخ هذيك تشلفخ، تهز الماء وتولي تخفان وتقعد امام راهي يعني بصح. حنا خليتها يعني مده ريحت شوي بعد ما لقيتها نشفت. شوفوا كيفاه كثرت كيفاه كانت وكيفاه، باسكو حبه الشخشوخه هنا راح تنتفخ قليلا برك. دوك هنا باسكو كنت تسقيوها هنا بزاف رايحه مع المرقه راح تولي لكم كي المقارونه. لا لا، تبعوا مليح باذن الله. هذا المعجنات فيهم حكمه برك تولي تخدمي فيهم ويصلحوا ويجيو ما شاء الله تعرضيتها روعه سهله ميله وبنتها والله ما تذهب. هاي هنا التوفيره الثانيه يعني في التوفار تاعها راهي ما تبديش البرد ميم طيابها يعني كامل من التوفار للطياب ساعه طيب لك وكوتمن. هي تكون يعني فارت وكملت طياب من ساعه توجديها يعني تصلح ثانيك يعني اللي يحبوا في رمضان يديروا في الناصفيه شقشوقه هكذا في 27 كما نعرفوا احنا يعني نشتيو نديروا الزينه العادات هذه للاجداد. نشتيو نديروا حوايج تاع عرب هكذا في هذه الايام. تجي روعه. شوفوا هنايا هنا السر الثالث يعني في الشخشوخة هذه مغرفة الدهان. ماشي تقدروا اللي ما يحبش الدهان يدير الزبدة، بصح صدقوني هذيك زغبة الخلية ولا الشحمة اللي ديريها مع الدجاج، وهذه زغبة الدهان اللي نديروها دوك في التوفيره الثانيه والاخيره. ندير لها زوج توفيرات، الاولى سقيتها بكاس ماء، الثانيه هاهي بعد ما فورتها بعد ما نحيتها من الفار. شوفوا واش درت لها مغرفه تاع الدهان. هنايا مغرفه الدهان دوك نذوبها هكذا ونغطي عليها نخليها رايحه يعني تلبسها واحد الباس، تعطيها واحد الطعم ولا اروع. دوك انا هنا نعاود شوفوا المرقه هنايا كيف نصفت طوشت وين كانت نصف الوقت. شوفوا وين ولات عطيت لي عند اللحم يبان، باسكو هنايا مانيش محتاجه. دوك نجي نسقيها بزوج ملاعق. هذه التوفيره قلنا الثانيه راح نسقيها بزوج ملاعق من المرق. المره الاولى قلنا سقيناها كي حطيناها فارغ سقيناها بكاس ماء. بعد الكاس ماء هاني جيت هنايا واش درت لها مغرفه تاع دهان وضفت لها ملعقه زوج ملاعق كيما نقولوا حنا زوج مغارف والله كاس ونص من تاع 220 مليلتر اللي درت به الماء. نزيد النص ندير كاس مرقه ونص من راس تاع المرقه هذاك نسقيها نخليها في المرحله هذه تنشف مليح. دوك ما تطولش والحبه تولي تخفين كيما نقولوا حنا تطرى بشوي. هنا ما تروحش تفوري الشخشوقه نتاعك وهي مازال تطريه راح تعجلك ومش راح تشرب لك المرق. احنا نخليوها حتى تولي تنشف وتتفصل حبه على اختها وتعود ناشفه يعني ما تحل. مثلا حطيتيها هكذا في البوطاشي حلي لها الثقل والفار هذاك يزرب يخرج يعني راهي ربع ساعه زيدي تخليها ربع ساعه يعني تعطيها ربع ساعه. المره الاولى كي نشمخها نعطيوها ربع ساعه، المره الثانيه نعطيوها تقريبا ربع ساعه تنشف لك. المره الاولى سقيناها بكاس ماء، المره الثانيه بكاس ونص من المرق ودرنا لها مغرفه من الدهان. بالبدايه كسرنا لها الفار دوك منا نحطها تفور من الكسكاس للبرمه
طول نغليها. من شحال نجمرها دوك تشوفوا كميه المرق اللي نخليه باه نجمر به ها وهنا. شوفوا الدجاج ما يتفرتت ما والو. شوفوا السر تاع الدجاج تاعكم ما يتفرتش. كي تحطوا لا كوكوط تاعكم ولا تجيو تنصبوا ما تكثروش تغرويض، ما تكثروش دوروا وتحركوا، لا تنصبي شتو كيما انايا رحيت كلش سكرت عليها. نجي الحين طول النحي. دوك نحيت الدجاج، نحي الخرشف نصنع به من الفوق، ونحي كميه من الحمص نصنع بها من الفوق، والباقي نخليه يجي حبه بحبه مع الشخشوخه يجي روعه. شوفوا المرق واش قعد لي، ما قعدليش بزاف مع الساشي تاع خميره تاع شخشوخه. دنقو هذا المرق دوك واش نولي نحيلو كقيس كاس. الكاس هذاك مثلا قعدت لك الشخشوخه العشبه، ولا تقد تزيدي كاس تاع هذاك الشخشوخه هذه العشبه. كي تقعد لكم عدتوا رايحين ديروها كيما نقولوا حنا غدا وعشاء، اقسمي المرق واقسمي الشخشوخه، ما تخليهاش مشمخه يعني للعشبه. خلي العشبه يعاود يغليها من دارها بجديد. الكميه تاع العشبه رايحه تتغلى، تغليها باك من دارها بجديد، خلي لها المرق تاعها. اما يعني مثلا دوك قعدت لك الشخشوخه في لاكوكوت، هذاك الكاس تاع الماء اللي قعد العشوه الشخشوخه حميوها في الميكرووند، رايحه ما تعجنش وتلقاوها تحل. تكب غليه بكاس الماء، كبي فيها حليها حميها في الميكرووند ولا تحت نار مهيله، والزر بيحلي لها الحبات تاعها راح تجي قمه قمه قمه. ها وشتو هنايا كيف المرق كيف جاني بعد ما نحيت كاس. ها جاني قد هي راني شبعتها المره الاولى بكاس ومن بعد كاس ونص من المرق دنقو. راهي هي والمرق قد دوك نديها قيس ما تهز الغليه برك، وانا نحرك من الاسفل الى الفوق ونسكر عليها. رايحه تجيكم شخشوخه مع هذا البرد ولا اروع. تدعي لي بالخير كايلي تروح بزاف الدجاج واللحم وتجيها صامته. شوفوا السر هنا راهو في المرق وفي التشميخ تاع الشخشوخه. هاي هنا بعد ما غطيت عليها يذهب الفار تريح كيما نقولوا حنا، يذهب الفار تاع هذاك بزاف. ونجيو نحطها نوليو نحركوا عندكم هناك تعودوا تغليو فيها راهي ثم تلتصق. لازم توقفي معاها تحركيها والنار تكون مهيله. كي تشرب لك سكري عليها مام با 5 6 دقائق خلاص. ها وهنا في صحن التقديم. شوفوا كيفاش جات حبه بحبه. صدقوني البنه ما تشبعوش بها، روعه. خاصه قلت لكم ظرف الشحمه ولا تاع الخليه هذاك وهذاك مغرفه الدهان من اروع ما يكون. والشخشوخه بالخرشف تشربوها وادعيوا لي بالخير، روعه. والخرشف راهو مليح للكبد. ها وهنيا بكميه من الدجاج ماهيش بزاف يعني درتها يعني هنايا بالجمعه. نتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، وخاصه للمبتدئات اللي ما يعرفوش يعني يديروا الشخشوخه. ترفقوها بالبن ولا بالرايب راح تجي ولا اروع. انا شاركت معكم المغارف الاولين باه نشهيكم ونسخفكم عليها بها يعني نشجعكم باش تخدموها. صدقوني شخشوخه ولا اروع. مقادير مضبوطه، ما تجي حامضه ما تجي مسوس، تجي ولا اروع. يعني طبق شتوي عائلي من اروع ما يكون. يعني اللي ما كي تعرفوا المقادير تاعها راح تعشقوها. هذه النوعيه تاع الشخشوخه من اروع ما يكون، من اروع الماركات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم. لا تنسوا الجيم للفيديو بارطاج والدعم. اللي دخلوا جدد نقول لهم اهلا وسهلا بكم في القناه تاعي، مرحبا بكم. نتمنى تكون يعني وصفاتي في القمه معكم. ولا تنسوا يعني ابوني والضغط على زر الجرس به كل وصفه نديرها توصلكم في الوقت المناسب. والخير راهو جاي باذن الله. دعم للقناه بالجيم والبارطاج بعد دوم القناة وتتطور وراحين تشوفوا الأحسن في الأحسن. إلى لقاء آخر ووصفة أخرى بإذن الله وحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.